مساء الخير، ازيكم؟ والله ولا حتى معايا ستاند العربيه ولا محضر حاجه، بص هدومي مكرمشه، بس الموضوع مستفز جدا جدا جدا. ممكن اسال كان ايه اللي هيجرى لو اهالينا شجعونا شويه؟ كان ايه اللي هيجرى لو شجعتونا؟ كان ايه اللي هيجرى لو كان في مثلا في المية تربيه قديمه اللي احنا اتربيناها 10% تربيه حديثه؟ انا هقول لك ايه اللي حرق دم. انا كنت في امان الله قاعد كده وبقلب على الانستجرام ولقيت الفيديو ده. اتفرج. مبسوط؟ مبسوط؟ شايف كل اللي هي عملته ده؟ انا عملته في صاله بيتنا. انا عملته في صاله بيتنا واتهزقت. انا وانا صغير جبت مقشه وركبت على المقشه وقعدت اتنطط عليها على البتاع، اتهزقت واتضربت بنفس المقشه. دي بقى لا، دي اتنططت بمقشه في البيت وامها شافتها تلاقي ايه ده؟ مادونا ده بيوتيفول. مادونا انا هعمل لك رياضه اسمها رياضه النط على الحصان الخشبي عشان شكلك اهبل بالمقشه. مادونا هنحط له راس، بصوا كده، بص، شايف؟ ها شايف؟ ده راس الحصان ورجل الحصان. عملوا لها لعبه عشان ما يبقاش شكلها اهبل. انا اتضربت بنفس المقشه. حضرتك انا ب 12 مقشه، لو كنت شجعتني وانا صغير كان زماني غطيت على احمد السقا. هو يبقى عنده اسطبل خيل، انا يبقى عندي دولاب مقشات بتنطط بيه، بعمل اهم رياضه في فنلندا دلوقتي. كان زماني بطل بدل ما انا قاعد سايق في النقحه دي. كان ايه اللي يجي؟ احنا بيتنا لو شجعني ربع التشجيع ده، اسمع كده، اسمع صوت اللي بيسقفوا لها، اسمع في حزن، في ناس حزينه. ازاي ما تخبطيش الحاجز ما حدش بقى لا يا هبله يا بنت الهبله انزلي هتكسري المقشه، هاتي المقشه عايزين ننظف بيها. ما حدش عمل كده. بيشجعوا الطفل هناك، بيشجعوا الطفل لو عمل اي زفت على عينه بيشجعوه. انا لما جبت 9 من 10 دخلت على بابا سعيد، انا جايب 9 من 10 في ابتدائي، سعيد. اول حاجه بابا قالها لي ايه؟ قال لي مبروك. لا، قال لي اللي جايب 10 من 10 احسن منك في ايه؟ يعني هو عنده ايد زياده، عنده رجل، ابوه بياكله اكتر من انا باكلها. احنا عندنا كمان في البيت بيعايرونا بالاكل، يعني انا حاسس ان انا بتعاير بالاكل اللي يعني دايما بياكلوه احسن ما بناكلك. يعني انت بياكل اكتر منك، لما بتعوز شوكولاته بتجيلك، يعني دايما ما بيكلمونيش على اي حاجه غير ان انا باكل. تقريبا انا مش عارف هم كانوا عاملين حسابهم ان انا هبقى بقره في البيت، هجيب بقى يعني هاكل واطلع لهم زبده ولحمه ولبن، او مش عارف. بس انا مستفز. انا البت دي سنها من سني تقريبا. بصوا بطله ليها فانز، بتعمل فلوس من النط على المقش. ايه بقى اللي كان هيجرى؟ ايه انت احنا عندنا في بيتنا لو خدت قلاده النيل، عارف انت قلاده النيل اللي بياخدها العلماء، لو خدتها ورجعت بيها على بيتنا وفتحت الباب ووريتها لاهلي، قبل ما يقولوا لك مبروك هيسالوك في قلاده اعلى؟ حد خد قلاده احسن منك؟ عارف انت ابن خالتك اللي بتتعاير بيه على طول؟ احنا عندنا مش محتاج، ان احنا بنتعاير في المطلق بال8 بليون اللي على الارض. انا لو طرت ابويا هيقول لي طرت ارتفاع كام؟ اكيد في حد طار احسن منك. ده لازم بربع جنيه تربيه حديثه كان زماني بطل. هجيب لك الفيديو تاني، بص على الفيديو، بص خالص. ايه بقى الهبل ايه ده؟ هي بتعمل ايه؟ مجرد مقشه. وعايز اقول لك ان راس الحصان ده، لا، واحلى حاجه ان هي بتتنطط وماسكه لجام في ايدها. كل ده انا عملته في صاله بيتنا. كل اللي هي بتعمله ده انا عملته وانا في ابتدائي في صاله البيت. اتهزقت، كنت هاخد بالجزمه. لكن هي لا، يا حبيبتي مبروك عليكي. ده انت بطله. يعني بحاول اتخيل السيناريو، امها لما دخلت عليها شافتها ماسكه المقشه بتتنطط بيها كده فوق الكنبه. صوفيا يو ار تالنتد. الو ابو صوفيا از تالنتد. يلا نخترع في فنلندا رياضه. وجم طبعا الاباء والامهات التانيين اللي بيربوا عيالهم التربيه الحديثه. لا ده صوفيا كده، لا خدوا بقى، خدوا ادوارد، وخدوا مايكل، وخدوا كل الاسامي الاجنبي. يلا نعمل نادي، يلا ب30 مقشه نفتح نادي رياضه نط الحواجز بالطوبه بالهبابه. لخبطتوني من العصبيه. طب وبعدين انا عايز اسال سؤال، انت لو فخادك تمام، يعني ايه وجه الرياضه في الموضوع؟ يعني لو فخادك قويه وبتنطي، ليه اقدر نفسي بعصايه بين رجلي؟ ليه؟ طب ما تنط، ما تجروا عادي وتنطوا. يعني المره دي مقشه، بكره الاقيكي لابسه طاسه في دماغك وبتجري. بس برضه ارجع واقول ان انا مفيش اي حاجه مضايقاني في الموضوع ده كله غير ابويا، ان هو ما شجعنيش وانا صغير لما رسمت له بتنجانه في ورقه ورماها في الزباله، ولما شافني بتنطط بالمقشه هزقني، ولما حاجات كتير جدا اتهزقت عليها كان ممكن تبقى رياضات. اهو كان ممكن في 2024 تبقى رياضه. انتوا السبب. ودي رساله برضه للاهالي الجديده، ربوا عيالكم بقى على التربيه الحديثه بقى. لو لقيت ابنك ماسك اي حاجه بيتنطط، سيبه يتنطط ولا يتهبب، ممكن تبقى رياضه بدل ما هو سايق في النقحه راجع من الشغل زينا. كان زمانه احمد السقا عنده هناك. يلا سلام عليكم.